سأل هنا بعض الطلاب ويناسب أن يذكر هنا، يقول: إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، ومعلوم أنه حصل بينه وبين معاوية رضي الله عنه ما حصل به البغض بين الطرفين، وهذا السؤال وارد ويستشكله كثير من الناس، ولهذا بعضهم كما سمعت يحكم على معاوية بأنه منافق، لأن النبي يقول عن علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. معاوية بن أبي سفيان ومن معه لم يقتصر الأمر على البغض، بل وصل إلى حد القتال، وإذا وصل الأمر إلى حد القتال بطبيعة النفس البشرية يكون هناك يعني ما يكون في النفس من البغض والكراهية إلى آخره. الجواب عن هذا الإشكال أن يفهم معنى الحديث. فهذا الحديث معناه أي لا يبغضك لدينك ولا يبغضه لإيمانه ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق. فهذا معنى الحديث، أن الذي يبغض عليا لأجل دينه أو لأجل نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكونه على الدين الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا البغض نفاق، لأنه يعود على ماذا؟ على بغض الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كحديث يقول عليه الصلاة والسلام عن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فهل يعني أنه إذا حصل الخلاف بين بعض الأنصار أو مع بعض المهاجرين، حصل اختلاف بين أشخاص منهم وأبغض شخص الأنصاري بسبب أمور دنيوية، هل يقال بأنه منافق لأنك أبغضت رجلا أنصاريا؟ الجواب لا. فالمراد من أبغضهم لكونهم ناصروا النبي وآمنوا به، فهذا هو النفاق. فإذن هذا هو معنى الحديث. ويؤكد هذا المعنى وهذا الوجه الثاني، وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يحكم على هؤلاء الذين اختلف معهم بالنفاق، فقد حصل ما حصل بين أهل العراق وأهل الشام وكان ما كان، ومع ذلك لم يقل علي بن أبي طالب إن معاوية منافق لأنه أبغضني أو فلان منافق لأنه أبغضني. لماذا؟ لأنه إذا حصل البغض منهم فلم يكن السبب البغض لأجل دينه وإيمانه ونصرته للنبي، إنما لأمور أخرى سببها في الأصل أنهم طالبوا بأخذ الثأر من قتلة عثمان، وعلي طلب منهم البيعة، ثم بعد ذلك يحاكم هؤلاء، وبعد ذلك تطورت الأمور وكان ما كان. فإذا لم يكن البغض بسبب كما سمعت البغض لدينه ونصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك قاتله الخوارج وكفروه، وبالتالي فقد أبغضوه أشد البغض لأنهم اعتقدوا كفره وخرجوا عليه وقاتلوه. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج هؤلاء أكفار هم؟ فقال من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال إخواننا أو قوم بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم. ثم لو كان الفهم أن كل من أبغض فهو منافق وأن معاوية رضي الله عنه كان منافقا، فلماذا تنازل الحسن بن علي لمعاوية وبايعه؟ هل يعقل أن يتنازل الحسن لمنافق زنديق؟ حاشا وكلا. فإذا هذا حكم وفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الخوارج الذين وصلوا إلى مرحلة التكفير والبغض الشديد له. مع ذلك لما سئل أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. ما قال إن النبي قد قال لا يبغضك إلا منافق فهؤلاء منافقون. فهل نحن أفهم الحديث من علي بن أبي طالب؟ الوجه الثالث من الجواب أن هذا الحديث عام، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ولا يلزم من الحكم العام تنزيله على الأعيان إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. فالقاعدة الأصيلة المعلومة أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، وليس كل من وقع في البدعة كان مبتدعا، لأنه في تنزيل الحكم على الأعيان يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع.